إزاي نحقق أهدافنا الكبيرة؟ بنحط أهداف كبيرة وللأسف مش بنحققها أو بنكسل إن إحنا نحققها أو بنسوّف لغاية ما نلاقي نفسنا إن إحنا ما عملناش الtarget اللي إحنا كنا عايزينه. الفكرة إن إحنا كل ما بنلاقي الموضوع كبير هنلاقي نفسنا بتقول لِك إيه، طب نأجلها بكرة، طب نأجلها بعده، أصل أنا مش قادرة أبدأ النهارده، هاخد النهارده إجازة، وللأسف في الآخر مش بنلاقي نفسنا بنحقق الهدف اللي إحنا حطيناه. طب إزاي نحقق هدفنا يعني؟ أول حاجة أسأل نفسي أنا ليه عايزة الهدف ده؟ إيه الmotivation بتاعتي؟ يعني إيه اللي هيخلّيني أكمّل؟ كل ما تحس نفسك إن أنت بتتراجع عن تحقيق الهدف، افتكر أنت ليه بدأت أصلًا من الأول. فأنا مثلًا أنا عايزة أحفظ قرآن، أنا ليه بقى هاحفظ قرآن؟ ليه؟ علشان ألبس أنا وأهلي تاج الوقار ساعة الحساب، أقل حاجة. أنا عايزة أجيب امتياز، طب أنا ليه عايزة أجيب امتياز؟ علشان أشتغل، عشان أفرّح أهلي، عشان أحس بالتقدير. لازم يكون عندنا الدافع، يعني كل ما تحس إن أنت خلاص بتكسل أو أنت مش هتحقق الهدف، افتكر الدافع اللي أنت عايز تعمله. أهم خطوة بقى عشان نحقق الهدف إن إحنا نحط الهدف. إزاي نحط الهدف دي يعني موجودة كتير اللي هي SMART يعني موجودة في حلقات كتير ممكن تشوفها. بعدين نحقق الهدف بقى عشان نعمل إزاي، نقسّمه. يعني أنا النهارده هاعمل ده، هاقسّم بس الهدف، النهارده أنا هاذاكر chapter مثلًا، أو النهارده أنا هاحفظ صفحة من القرآن. الفكرة إن أنت بتقسّم، كل ما بتقسّم تحس وتقسّم لقطع صغيرة أنت تقدر تخلّصها، تحس إن إيه، دايمًا بيقولوا إن كل ما بتتحدى نفسك في حاجات أنت قادر إن أنت تحققها، هتحس بالmotivation أو تحس إن أنت قادر إن أنت تحقق فهتستمر دايمًا. دايمًا إحنا بنشوف اليابانيين دايمًا ناجحين، فبيقول دايمًا كان في كتاب الإيكيجاي كان سر نجاح اليابانيين أول حاجة إيه، إن هُم بيختاروا مهمة مش صعبة أوي ومش سهلة أوي، بس متوسطة بحيث إن يبقى فيها تحدي إن أنت إيه، تحققها. وطبعًا إن إحنا نركّز على مهمة واحدة، دي أهم حاجة، التركيز على مهمة. بعدين أنا قسّمت الهدف، أهم حاجة بقى إن أنا هاكتب أنا إمتى هاعمل كده، يعني هاحدد لنفسي عدد ساعات معيّن علشان لو سِبتها كده هتلاقي اليوم خلص وأنت ما لحقتش تعمل اللي أنت عايزه. هي الفكرة إيه، إن أنا هاحدد عدد الصفحات اللي أنا هاذاكرها مثلًا، وهاحدد الوقت علشان أخلّص فيه. دايمًا في حاجة اسمها في كتاب العادات الذرية اسمها تكديس العادات أو مش عارفة هيبقى اسمها إيه بالعربي الصراحة. آآ إن أنت بتحُط عادة ورا عادة، يعني أنت مثلًا متعوّد إن أنت هتشرب قهوة كل يوم الساعة 12:00 مثلًا، معاها وأنت بتشرب القهوة هتقرأ مثلًا 5 صفح أو هتقرأ تِلت ساعة، هي دي الفكرة. بعديها مثلًا أنت خلاص بتشرب القهوة، بعديها ذاكر على طول. عشان تبني العادة أو علشان تخلّي العادة حلوة أو إن أنت تحب تعملها، طبعًا أول حاجة أنا هاكتب العادة اللي أنا هاعملها وأنا هاكتب الحاجة اللي أنا هاعملها، هاكتب الوقت والمكان وهاخلّي أخلّيها جذابة. بمعنى إيه هاخلّيها جذابة؟ إن أنا مثلًا أنا باحب أشرب قهوة مثلًا، فهاشرب قهوة وأنا باذاكر أو هاشرب قهوة وأنا باقرأ كتاب، أو هاشرب أيًا كان المشروب اللي أنا باحبه مثلًا، أو هاعمل حاجة أنا باحب أعملها مثلًا قبل ما أقرأ أو قبل ما أذاكر. هي دي الفكرة إن أنا أخلّيها جذابة، أحس إن أنا مستمتعة وأنا رايحة أعملها. وبدل ما نقول آآ أنا مفروض إن أنا أذاكر، أنا مفروض إن أنا أعمل أكل، أنا لازم مش عارفة أعمل إيه، أو أنا لازم إن أنا ما آكلش الشوكولات علشان وزني يتضبط كده يعني. بدل ما تقول كده قُل أنا عندي الفرصة، هتبقى أحسن. يعني مثلًا أنا عندي الفرصة إن أنا أذاكر، الحمد لله إن أنا قادرة أذاكر مثلًا، الحمد لله إن أنا معايا الكتاب عشان أعرف أذاكر. أنا عندي الفرصة إن أنا أقرأ، الحمد لله إن أنا باقرأ أصلًا. كده يعني أنا مش لازم أقرأ كتاب لأ، خلّيها أنا هاروح أنمّي مهاراتي، أو أنا هاروح أثقّف نفسي، هي دي الفكرة. بدل ما تخلّيها لازم وتحس إنها بصعوبة، لأ، فكّر لو غيّرت تفكيرك سِنّة هتلاقي إن أنت حابب وأنت بتعمل حاجة
اللي أنت عايز تعملها يعني، بدل ما تقول أنا لازم أذاكر، لأ أنا عندي الفرصة إن أنا أذاكر علشان أجيب تقدير كويس وأفرح نفسي كده يعني. وفي حاجة مهمة إن دايمًا المثالية عدو لكل ما هو جيد. أنت لو قعدت تدوّر على المثالية مش هتبدأ أصلًا، هتقعد تدوّر على مثلًا إيه إزاي أذاكر المادة دي، وإيه أهم الطرق للمذاكرة، وإيه مش عارفة إيه. ماشي الحاجات دي حلوة بس أنت ما تتمداش فيها يعني. مش هافضل طول اليوم أقعد أدوّر إزاي أذاكر وإزاي أبدأ مذاكرة وهانسى بقى إني أذاكر وتاني يوم بقى إن شاء الله أما أفكر أذاكر، لأ. ابدأ، ابدأ وأنت تعرف إيه أهم الطرق اللي ليك، إيه أحسن طريقة ليك. والفكرة إن النجاح كله أصلًا يعتبر رحلة من العادات، يعني النجاح مش أنا حققت كذا لأ، النجاح إن أنا عندي عادة، يعني أنا عندي عادة إن أنا هاشتغل كل يوم 3 ساعات، دي عادتي. وإيه العادة أصلًا؟ ده سلوك بيتكرر مع عدد مرات معين، فبقى حاجة بالنسبة لي، يعني مثلًا زي ما إن أنا باصحى من النوم هادخل أغسل وشي وأغسل سناني وأطلع أفطر، دي 3 عادات أو 4 عادات أنا باعملها، دي بقت حاجة تلقائية لإن هو سلوك أنا اتكرر معايا كذا مرّة. فالعقل بيحبش إن هو يجهد نفسه، والعقل بيحب الحاجة تبقى سهلة، فبيستخدم نظام العادة. وهكذا لو أنت عايز مثلًا إيه تشيل عادة سيئة منك أو تهدم عادة سيئة، بإن أنت بتغيّر السلوك أو بتغيّر، لإن العادة بتتكوّن من إيه، من إشارة والعادة اللي أنا باعملها والنتيجة. فدايمًا الإشارات بتبقى موجودة قدّامنا مثلًا، يعني كل ما لقيت الإشارات جنبك أحسن كل ما عملت العادة، يعني وفي إشارات تانية بتجيب يعني مثلًا إن الكتاب جنبي، فدي إشارة إن أنا المفروض إيه، هافتح أقرأ الكتاب، فالمفروض دي العادة اللي أنا هاعملها، المفروض في مكافأة بقى ليّا. مثلًا مكافأة إن أنا حسيت بشعور سعادة علشان أنا نمّيت معرفتي، أو يعني هو دي الفكرة بقى، المكافأة إن أنت تشتغل فيها على نفسك، أو إن أنا هاكافئ نفسي بقى، يعني أنا النهارده قرأت كتاب أو قرأت الجزء بتاعي، فأنا هاكافئ نفسي بالليل مثلًا إن أنا أعمل حاجة أنا باحبها. وعشان كده لو أنا عايزة أغيّر عادة، هاشيل الإشارات اللي بتخلّيني أعمل العادة دي، يعني مثلًا أنا باشرب سجاير، عايز تبطّل إن أنت تشرب سجاير مثلًا، أول حاجة قُل لنفسك إن أنت ما بتشربش سجاير، يعني في مثلًا هادّيك مثال ل2 عايزين يبطّلوا سجاير، فواحد عرض عليه إن هو يشرب سجاير، فراح الأول قال له إيه، لأ أنا باحاول إني أبطّل السجاير، أوكي دي حاجة كويسة صح؟ طَب التاني بقى قال له إيه، قال له أنا مش بادخّن أصلًا. هي دي الفكرة إن إحنا نقتنع من نفسينا إن إحنا بنعمل الحاجة دي، يعني مثلًا لو حد بيعمل diet أو عايز يوصل لوزن معيّن، فحد تاني عرض عليه مثلًا chocolate، واحد قال له لأ أنا عايز أخس، والتاني قال له لأ أنا أكلي صحّي أو أنا باكل أكل صحّي. هي دي الفكرة إن إحنا نخلّي نفسينا، يعني مستويات التغيير دايمًا بتبدأ من إيه، من تغيير الهوية، إن أنا أغيّر هويتي أو أغيّر تعريفي عن نفسي، هو ده أول حاجة. بعد كده بقى بعد تغيير الهوية المفروض باعمل عمليات عشان أوصل لإن أنا أغيّر الهوية يعني، إن أنا مثلًا عايزة أغيّر هويتي إن أنا أبقى حد صحّي، أنا هاعمل تمارين رياضية وهاكل أكل صحّي، النتايج اللي أنا هاوصل لها إن أنا هاوصل لإيه، لوزن صحّي وجسم صحّي، هي دي الفكرة. فأنت لو عايز تغيّر هويتك إن أنت شخص ناجح، أول حاجة أنت هتقول لنفسك إيه، أنا شخص ناجح، تاني حاجة هاعمل العمليات اللي المفروض تخلّيني شخص ناجح، هاقرأ، هاشتغل على نفسي وهاشتغل الشغل اللي أنا المفروض أعمله، هاذاكر، النتايج إن أنا هاكون شخص ناجح. فهي دي مستويات التغيير أو تغيير السلوك. والنصيحة علشان تعرف تبني عادة كويسة مثلًا زي قراءة الكتب، إنها كلنا بنحب إن إحنا نشعر بالانتماء، يعني كانوا عملوا دراسة على ناس، كانت عملت تجربة على واحد رايح المفروض يقدّم على وظيفة، فكان في 4 أشخاص معاه، وال4 أشخاص دول يعني كان المفروض إن هم متفقين معاهم إن هم يعملوا التجربة، فكان أول ما بيعملوا جرس فهُم بيقفوا، ولمّا صوت الجرس يختفي يقوموا يقعدوا. اتكررت مرة هو بيبص عليهم باستغراب، اتكررت المرة التانية بيبص عليهم باستغراب، مع المرة التالتة بدأ يعمل زيهم،
الأغرب بقى إن هُم لمّا مشيوا بقى أول ما بيسمع الجرس يعمل كده من غير ما هُم موجودين، والأغرب كمان إن لمّا جه حد تاني قال له نفس الموضوع، قال له إن المفروض أول ما نسمع صوت الجرس بنقف، ولمّا بيفصل الجرس بنقعد. فهي الفكرة إن إحنا بنحب إن إحنا نشعر بانتماء، أو إن إحنا كل ما بنلاقي ناس بتعمل حاجة بنعمل زيّهم أيًا كانت إيه الحاجة دي. فهو إن إحنا نستخلص إيه من الكلام ده، إن إحنا دايمًا نحيط نفسنا بالناس اللي إحنا عايزين نكون زيّهم. يعني أنا عايزة أبقى قارئة، فهاحيط نفسي بمجموعة قُراء، والموضوع بقى سهل. يعني أنت ممكن تبحث على أي موقع تواصل اجتماعي على القُراء وهتلاقي كتير أوي، وهتلاقي نفسك بقيت زيّهم. عايزة أبقى physically active أو إن أنا أبقى نشيط يعني وباعمل تمارين رياضية، هاعمل follow لكل الناس اللي بيعملوا حاجات رياضية. عايزة أبقى صحّي، هاعمل follow لكل الناس الأصحاء، فالموضوع بقى سهل. قُلت أول حاجة إن إحنا نقسّم الأهداف الكبيرة دي نخلّيها عادة، و إن إحنا نخلّي العادة دي جذابة بإن إحنا نحُط نفسنا بالناس دي، ونقول لنفسنا إن إحنا إيه، عندي الفرصة إن أنا أعمل العادة دي أحسن من إن أنا لازم أعملها. كمان معلومة إن بناء العادة بيبقى زيه زي زرع وردة، أنا محتاج إن أنا أهتم بيها كل يوم، فما تكسّلش يوم عن إن أنت تعمل أي حاجة. وحُط لو أنت حسّيت نفسك إن أنت مكسّل، قُل لنفسك بس أنا هابدأ 10 دقايق وهاقوم، تلاقي نفسك بدأت وكمّلت في الحاجة اللي أنت بتعملها وأنت مش حاسس. والنصيحة إن أنت حسّن نفسك بنسبة 1% كل يوم، ما تحسّنش. عارف دايمًا بنشوف الفيديوهات اللي هو إيه، أنا هاحسّن نفسي بإن أنا هاصحى بدري وهاذاكر وهاقرأ وهاعمل أنشطة رياضية وده كلّه، لأ هي مش كلّه مرّة واحدة. يعني أنا هابدأ الأسبوع ده بإن أنا هاصحى بدري كل يوم، الأسبوع الجاي بإن أنا هاكل أكل صحّي، وهكذا هاستمر. يعني هاستمر إن أنا هاصحى بدري، الأسبوع اللي بعده هافضل هاصحى بدري وهاكل أكل صحّي، الأسبوع اللي بعده مثلًا أنا هاعمل تمارين رياضية مرتين في الأسبوع أو مرّة في الأسبوع، وهازوّدها مع الوقت. هي فكرة إن حسّن نفسك بنسبة 1% كل يوم، وما تعملش العادات كلّها مرّة واحدة، لإن أنت هيحصل لك exhaustion، يعني هتتعب، نفسك هتُرهق، فغيّر نفسك واحدة واحدة. ودايمًا استمتع بالسعي، يعني ما تحطّش نفسك بإن أنا إيه، أنا لمّا أحقق الهدف ده هاكون سعيد، لأ. ممكن أصلًا هتلاقي نفسك مرّة شُفت فيديو عن واحد بيقول إن هو طلع الأول على الدفعة أو مش عارفة إيه، فكان بيقول إن هو مش سعيد باللي هو عمله، لإن هو ما كانش بيستمتع بالسعي. هي الفكرة إن إحنا نستمتع بالعمل اللي أنا باعمله دلوقتي، حاول إن أنت تستمتع بيه. وأهم حاجة إن أنت تكتب الهدف اللي أنت عايز تعمله، وفي ورقة كده اكتب أنا هاذاكر إيه النهارده، وأهم حاجة إن إحنا نحدد الوقت والمكان. شكرًا.